تبرع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني بمبلغ يقارب $1,000,000 لأطفال فلسطين، وهي قيمة جائزة الحذاء الذهبي التي حصل عليها الموسم الماضي. فقامت مؤسسة ريال مدريد ببيعها ومنحها لمساعدة أطفال فلسطين ولبناء المدارس في غزة. يذكر أن رونالدو باع في وقت سابق أحذيته في مزاد علني لمنظمة خيرية، وتبرع بقيمتها للأطفال الفقراء حول العالم. كشفت مواقع إلكترونية غربية عن قيام الأرجنتيني ليونيل ميسي بتحويل مبلغ مالي قيمته $1,000,000 خلال الأيام القليلة الماضية لدولة الكيان الصهيوني. فشكرا يا ميسي على مساهمتك الفعالة في قتل أطفال غزة الأبرياء. تفاصيل أكثر مع كريم شاعر. من معشوق تهتف الحناجر باسمه إلى منبوذ تطارده العنات الجماهير أينما حل وارتحل، إنه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عفوا بل هو الحاقد الصهيوني ميسي. في عز العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأبرياء العزل في فلسطين الأبية، يطل علينا حليف بني صهيون بمبادرة قد تكون الأقبح والأسوأ والأحقر في تاريخ لاعب كرة قدم، بل دعونا نقول أنها كذلك. تقارير إعلامية متطابقة ومتواترة تقول أن ميسي صانع ألعاب برشلونة يكون قد تبرع بمبلغ $1,000,000 لإسرائيل نظير نجاحها الباهر في إبادة المستضعفين في قطاع غزة.